يخلق، لا ينتج ولا يصنع. وكيف تعرفين أنت علمهم؟ الموجود يبدأ من الطفولة، من الشهر التاسع إلى ال 12، من خلال الخلايا، الجينات، فسيولوجية الجسد في علم الفيزياء، الريسبشن، استقبال الدماغ، عملية التلبات، التخاطر عند الطفل، قوة الاستطلاع، السايكوكينيسيس، تحريك الاشياء عند الطفل ممكن تختفي. وعلينا ان نفرق بين الموهبه، يعني الباراسايكولوجي، بين العلم والخرافه والموهبه. الباراسايكولوجي بارا بجانب سايكولوجي علم النفس، بجانب علم النفس. لا تنطبق علينا القوانين الفيزيائيه والكيميائيه، بل حتى النظريات والمواد العلميه. انا لا اتكلم الا بدليل، الدليل هو القران والسنه. قال الله قال الرسول، وان من شيء لا يسبح بحمده. طيب دكتور، المواهب اللي تتمتع بها حضرتك، يعني اكيد انه حضرتك يعني انسان موهوب، وهذه الموهبه يعني خلقت منذ ان يعني خلقت حضرتك. المواهب اللي تتمتع بها؟ المواهب خمسه ودرستها في الدول العربيه اللي احتضنتني حقيقه. الموهبه الاولى لم احفظ القران، ولكن تعطيني اي ايه بالقران اكملها واقول بها صوره ورقمها. الموهبه الثانيه كل علمنا من القران، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، كل 30 سنه ميلاديه توافقها 9 سنوات هجريه، تكبير على 9 33. يعني حضرتك يعني هذه مساله الذاكره العده، ربط الاعداد والقران. الاعداد. طيب يعني بخصوص موضوع التواريخ، يعني التواريخ الميلاديه، حضرتك من قبل الاسلام يمكن انه انت يعني من قبل الاسلام ومن بعد الاسلام، من بدايه التاريخ الميلادي. نعم. اجاوب بعد جزء من التاريخ. انا اذا تساليني في الوقت اللي اني عايشه، اعطيك طبيعه الجو، المطار، الصحه العاصمه، المناسبه الدينيه، السياسيه، وان كان في العالم وليس في العراق فحسب، او اسم اليوم. اعطيش بعد 100 سنه الهجري الميلادي، بس ما اعطيك المطر والصحو، لان هذه غيبيات. اكيد لا يعلم الغيب الا الله. ان الله عز وجل ساعه نزل غيب. لكن هذا علم، يعني علم بالارقام والقران. القران من الغلاف الى الغلاف. هذا انا ربط وليس غيبيات. يعني انت من تقولي لي انا ايش وقت ولدت، انا ما اعرف. ولكن من تقولي لي انا ولادتي 8/9/62، راح اجاوبك اقول لك انت ولدتي يوم السبت. انت كانت ولادتك في رمضان مثلا، او في شعبان او ربيع الثاني، هكذا. هاي الموهبه الثانيه. الموهبه الثالثه الذاكره، قوه الذاكره. لما احفظ يعني الارقام، الف رقم سياره ممكن احفظ دقيقه واحده، شاصي محرك لون موديل، وانفا انطلقت الى هذا الامر. اضافه الى الايميلات، ارقام التليفونات، التواريخ. هسه اي صديق اعرف ايش وقت والد من خلال زوجته، اطفاله. فلذلك اصدقائي او اقاربنا من اتصل بي بيوم المناسبه، اذا كان موجود بالعائله واحد يباوع على الاخر، هذا محمد اتصل، اكو مناسبه اليوم وفاه او ولاده او فد كذا، يعرفون محمد اتصل يذكرهم. ايضا يعني انه انت حضرتك ايضا حافظ للقران. انا ما حافظ القران، ولكن تعطيني اي ايه بالقران اكملها واقول لك بها صوره رقمها ترسم امامي. هاي الموهبه الثالثه. الموهبه الرابعه سبقت الحاسبه عمري 5 سنوات، العمليات الحسابيه، الضرب والقسمه، وبعدين تطورت الى الجذور التكعيبيه، الجذور التربيعيه، حذف الارقام الاساسيه. اللي كلمته كله تدرسته في الدول العربيه. الموهبه الخامسه اللي هي الذاكره الصوريه. تكتبي لي 100 رقم، انظر لها نظره خاطفه، اندار الى اليمين او الى الشمال، وابدي اقرا هاي الارقام من اليمين الشمال وبالعكس، واقول لك الرقم اللي بالنص، الرقم كم 9 اتذكره، كم 7، كم كذا، كم 3، وهكذا. طيب يعني دكتور، احنا عرفنا مواهبك الخمسه، يعني كيف تم اكتشاف الاكتشاف؟ في 23 رمضان، والله اعلم كان ليله القدر، لان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بين بانه العشر الاواخر، تحرك في العشر الاواخر كان يوقظ اهله. في 23 رمضان 67 28 12 على مائده الافطار. لا حياء في التعلم في الدين، ولا حياء في تعليم العلم، وزكاه العلم تعليمهم. انا على مائده الافطار لما ادخل الروضه فاتكلم بارقام 17 في 18 306 20 في 40 800، هذه ما اعرف ما معنى رقم. فتصوروا بانه اسرق احنا من عائله دينيه وعلميه، اساتذه واطباء، الخوال والمشايخ مساجد، فتصوروا محمد بيسرق.
الأرقام. هذا الأمر يعني نزاح. لا، محمد مدني يصف الأرقام، فصوره محمد مجنون أو متخلف عقليا يتكلم. بعد ما حقق الحقيقة كانوا من أهل العلم فترة، ويا ريت نرجع إلى فترة أهلنا ورا 8 سنين يلا عرضوني إلى الرعاية العلمية أو أقل. احتضني كامل الدباغ الله يرحمه، احتضني عادل الشعبان. نعم. طيب وجودك أول مرة هو في كربلاء. نعم. يعني ما رأيك بجامعة كربلاء؟ أنا اليوم في كربلاء والبارحة وغدا بعد غد إن شاء الله في جامعة واسط، وفي الشهر الرابع صلاح الدين مع قريب أيام أطلع إلى عمان وإلى السعودية. جامعة كربلاء جزاهم الله خير، أسأل الله أن يوفقهم ويجعلهم من يستمع القول فيتبع أحسن، ويثبتهم على لا إله إلا الله، على الإيمان والتوحيد. رائعة جدا المختبرات، ورائعة النشاطات لاستضافة الأساتذة من كافة الاختصاصات، والمؤسسات العلمية أيضا، والندوات والمؤتمرات، وكثير من التجارب، كسوف القمر، الشمس، المناسبات الدينية العلمية، وهذا نشاط وهذا يؤجر، لأن زكاة العلم تعليمه. وإن شاء الله أنا في واسط كنت في أكثر من مرة، وبعد بكرة وبعد كان في واسط قلت، وعندي طبعا السعودية وإلى عمان إن شاء الله، وعندي في جامعة صلاح الدين. وهذا هو نشر الدعوة العلمية. العلم من الإيمان إلى الدين، وفوق كل ذي علم عليم. إذن الله تعالى هو العليم العليم، فكل شيء هو من فضله. نعم. طيب دكتور، كلمة أخيرة تحب توجهها لكل محبي العلم والعلماء والمهتمين بهم حقيقة، ولكل من يحاول أن يحذو حذوهم، كلمة أخيرة تحب توجهها من خلال عدد برنامج 18؟ والله ما أقوله كما قال رب العزة كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء أكثر خشية. هنا رجع العطف على المحفوظ، أن يجعل العلم في سبيل الله أمام عينه، لا لأجل المادة. إذا كان في سبيل الله رب العزة هو يوسع لك، وهو اللي يطيج، لا تبتغين المال والصعدين والشهرة. هذا ما أقوله، ما عندي أشياء. الأستاذ الدكتور محمد شهاب، شكرا جزيلا لتجشمك عناء المجيء، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق لحضرتك ولكل العلماء ولكل من يحاول أن يعني يسعد طالبي العلم والعلماء. شكرا جزيلا لك، وسرنا لقائك، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لك ولك.